ليه الصلاة هي عماد الدين؟ الإجابة ببساطة لأنها اشتملت على كل أركان الإسلام. هتقول لي إزاي؟ هقول لك إحنا بنشهد أن لا إله إلا الله وبنشهد أن محمد رسول الله في كل صلاة مرتين، ده من خلال التشهد. وبكده هنكون حققنا أول ركن من أركان الإسلام وهو الشهادة. تاني ركن وهو الزكاة، والزكاة معناها إن بطلع جزء من فلوسي للفقراء والمحتاجين. طب إحنا بنجيب فلوس منين؟ بنجيب فلوس من شغلنا، وشغلنا دوت بيكون مربوط بوقت. فانا لما باجي بصلي باخد من وقتي ده لله عشان ادي فرض ربنا عليا، وبكده بكون حققت ركن الزكاه. تالت ركن وهو الصوم. الصوم ده وهو الصيام عن شهوتين الفرج والبطن. طب انا لما بصوم دايره الامساك بتبقى اكبر من كده بكتير، لان انا بصوم عن الكلام وعن الحركه وعن شهوتين البطن والفرج. كده فاضل ركن الحج. احنا لما بنصلي اتجاه القبله بتاعتنا بيكون فين؟ تجاه المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.